السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني والله. احنا النهاردة مش هنعمل حاجة على البوتاجاز، حاجات سهلة كده. كل شهر بجيب الحاجات التوابل، هنعمل التوابل تكفيكوا الشهر كله. هقول لكم تعملوا ايه. تعالوا يا عرايس صغيرين انتوا يا امامير، الحاجة اللي انتوا مش عارفينها انا هوريها لكم. بصوا احنا جبنا ايه. احنا جبنا دي البهارات، شايفين معايا؟ البهارات دي بتتجاب من عند الراجل، الكيس ده ب50 جنيه. فيها بقى حاجات كتيرة قوي، انا هقول لكم عليها اكتر من 9 بهارات. وانا بحط عليها حاجات تانية آه علشان خاطر لما تيجوا تحطوا على الاكل لحمة فراخ اي تتبيلة هتحطوا معلقة واحدة بس. ما تحطوش بقى برطمانات كتير، تحطوا هو معلقة واحدة بس. هقول لكم هي عبارة عن ايه. بصوا انا كاتباها عشان ايه بنساها. في حبهان، وعندكم ورق راولة، ومستكة، وكبابة صيني، وزر ورد، وقرنفل، وقرفة، ولومي اللي هي الليمونة دي زي ما انتوا شايفين، وعندكم جوزة الطيب. وانا بقى احط حاجات بقى هتشوفوا معايا. دون البهارات اللي انا طحنته، اللي هو ده، هو ده طحنته بقى كده. مقولكوش على ريحته الجميله، مش عايزه اطول عليكم. آه وطحنت، بجيب ربع فلفل اسود برضو حصى وبطحنه، احسن وامن، لان هما بيغشوا في الحاجات دي، لازم مكان موثوق فيه قوي. ده كمون، بس ده اكتر من ربع كيلو كان عندي قبل كده عملته. ودون كزبره، وده شطه. هشوف هعمل معها دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. جبت البهارات اهو، شايفين؟ هحط البهارات بس مش كلها. البهارات اللي هي المجموعه اللي قلت لكم على اساميها دلوقتي. هجيب الفلفل الاسود، حط عليه حبهان، وبحطه في برطمان، وبحط عليه على اي اكل. فلفل اسود قد ايه بس كده، قد البهارات. ونحط كمون. دي طريقتي، دي طريقتي في البهارات. كل واحد وليه طريقه، بس بقى ما اقولكوش يعني ورثها اما عن جدا، يعني بصراحه اخواتي كلهم بيعملوها، فانا قلت اعرفها لكم العرايس الصغيرين والناس اللي مش عارفينها. جربوها. كزبره، كل حاجه قد بعض. ونقلبها بقى اهو. حطينا كله مع بعض وقلبنا، شايفين معايا اهو. بس كده يتحط في برطمان ويتاخد منه بقى للتتبيله، للفراخ، للحمه، لاي حاجه. معلقه واحده قد دي بس. ما تقعدوش بقى تعملوا برطمانات كتير، ما تتعبيش نفسك. بس احنا كده خلصنا من البهارات، نحطها على جنب. نشوف هنعمل ايه تاني. احنا دلوقتي عايزين نعمل في حاجه اسمها كانت دقه زمان، اجدادنا يعرفوها. يعني ايه؟ يعني مثلا واحنا قاعدين على الاكل يقولوا هاتوا لنا الملاحه. الملاحه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن كزبره، شايفين؟ كزبره. انا بوريكم بس انتوا تعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. وكمون. لا، ده إيه؟ كمون اهو. كمون قد الكزبره، ماشي. وهنحط بقى شطه، شايفين معايا اهي الشطه اهي. دي بقى لما حد يقول لك هاتي الملاحه، انت تجيب تحطي في الملاحه شطه اهي، ما تحطش كتير. حطينا ملح اهو. كل حاجه قد التانية ونقلب. فين الاشتراك في القناه بقى؟ يلا دوسوا على اشتراك في القناه، ودوسوا على زر، ودوسوا على اسمه ايه ده، الجرس. فعلوا الجرس. ان شاء الله كل ما انزل حاجه اقول لكم عليها وتجيلكم على طول. ولايك بقى يعني ما اقولكوش يعني. بس بنقلبها كده، شايفين عامله ازاي؟ شفتوا شكلها عامله ازاي؟ دي
في اي اكله، اي اكله. ممكن كشري، تحطه على الكشري معلقه زي دي، فيها ملح وفيها كل حاجه، وفيها شطه وفيها كمون وفيها كزبره. بس مش عايزه اطول عليكم بقى. الاشتراك بقى واللايك وربنا معانا كلنا يا رب. خليكم معايا اهو. يبقى دي البهارات بتاعتنا، هنحطها على اللحمه، الفراخ، للتتبيله، لاي حاجه، معلقه واحده من دي. وده الفلفل اسود عليه حبهان لوحده برده في برطمان. والكزبره، الكزبره ساعات بنعملها للملوخيه لازم تبقى لوحديها. وده الكمون. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. انا قلت لكم الحاجه اسراري اللي انا ورثاها من زمان من امي. بصراحه كله كان بيشكر في اكلها. ليه؟ لان البهارات بتاعتها مظبوطه وجميله وبتسهل عليكي كل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس وتكتبوا لي كده كلمه حلوه وتعلقوا لي بقلب حاجه جميله كده على ذوقكم. انا متشكره لكم قوي لذوقكم ومش عايزه اطول عليكم. يلا سلام.